أمام المرة الأولى منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه، حلقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي فوق الأجواء الأوروبية متجهة إلى ميامي. الطائرة التي تحمل التسجيل 4XGBM عبرت ليلا فوق فرنسا بعد أن منحت باريس ترخيصا خاصا رغم كونها طرفا في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة بتهم جرائم حرب. تحلق هذه الطائرة الخاصة فوق الأجواء الأوروبية ليلا. الرحلة التي انطلقت من جنوب القارة تمر الآن فوق فرنسا تحت مراقبة رادارات عدة عواصم فيما تتعلق. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، الطائرة حصلت على موافقة خطية من فرنسا لدخول أجوائها، بالرغم من أن فرنسا طرف في المحكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال. في رحلتها السابقة إلى أمريكا هذا العام، دخلت الطائرة في منطقة تحكم عدد من الدول الأوروبية، ولكنها تجنبت بشكل واضح التحليق فوق مجال السيادة الجوية لهذه الدول.